ازاي انت كست قدرتي تاخدي الخطوات دي؟ هو الموضوع جه معايا صدفه من حوالي 20 سنه. بدات الاول بالتجميل وبعد كده جه صدفه برضو معايا في مصنع الملابس يعني. بدات المصنع الملابس ب 250 جنيه. وبعد كده الحمد لله لما لقيت. بس ازاي بداتي ب 250 جنيه؟ ده يعتبر مش مبلغ اصلا. فعلا يعني انت بداتي من تحت الصفر. صحيح، ايوه. ولحد النهارده اصلا مش مصدقه انا ازاي بدات ب 250 جنيه. شفت اعلان وكده ورحت جبت ملابس وحطيت عليه هامش الربح يعني وبعته. بداتي اللي هو تشتغلي بحاجه حتى لو ببدايه انا بسيطه قلت وصغيره. هجرب واشوف لو نفعت هكمل يعني. ولحد النهارده مش مصدقه ان انا صاحبه مصنع ملابس يعني. الحمد لله اخذ شهره كبيره جدا في جمهوريه مصر العربيه يعني. طيب احنا قلنا في الاول ان انت بداتي بمستحضرات التجميل. بعد كده دخلتي في الملابس صح؟ تمام. طيب اولا ايه اللي ربط مستحضرات التجميل بالملابس؟ ولا انت بشكل عام كنت بتكوني صوره عن الازياء الخاصه بالمراه؟ لا والله، او احتياجات المراه. لما البنات كانوا واثقين فيا جدا في موضوع المنتجات التجميل يعني وكده. كان كل منتج كان عندي كان بيجيب نتيجه فعاله معاهم وكانت اسعار كويسه. فالبنات قالوا لي احنا عايزينك يعني انت عباره يعني عيوش عايزينها عباره عن مول ان هو يجمع كل حاجه. مثلا المنتجات اللي هي بتاعت الاحذيه، الملابس، منتجات التجميل، كل حاجه. يعني عيوش يعتبر مول بالنسبه لهم عشان في ثقه بيننا وبين العملاء اللي معانا يعني. فعلشان كده عملت المصنع او اشتغلت في مجال التصنيع يعني عشان اوفر لهم كل حاجه خامتها كويسه واسعار كويسه في متناول الجميع وكده. طيب سر التسميه بقى ليه عيوش او جه منين؟ عيوش جاي من اسم عائشه بنت اخويا. فانا لما دخلت اصلا الميديا بصفه عامه يعني اسم عائشه بحس ان هو ليه احترامه كده. ففي حد من صديقاتي يعني كان يعني دلع لعائشه عيوش. فاطلق عليا بقى والكل بقى يقول لي عيوش، بس هي شهره. طيب استاذه شيماء، ايه اللي خلاكي بقى يجيلك الثقه انه تكوني وكيل لمصانع عيوش وانت عارفه ان مثلا المصانع دي لسه بتبدا، في حين ان حد مكانك ممكن ما ياخدش الريسك ده؟ بص، هو انا كنت اصلا لسه في بدايه مشواري برضو كبلوجر، ودخلت زي اي حد ان انا عايزه اجرب منتج الاول عشان ابدا اتكلم عن عيوش. يعني انت جربتي المنتج الاول؟ طبعا لازم اجرب كل حاجه قبل ما اتكلم عنها. بعد كده فكرتي بقى ان انت تكوني وكيل للمنتج؟ بالظبط. انا جربت وقلت بس هي النتيجه اصلا بانت من اول 30 يوم مثلا، اللي هو الكريم بتاع التخن وطخن لي خدودي والبنات عملوا ضجه ومره على مره بقى جربت كل المنتجات. طيب. بس طب من الناحيه دي بقى اتعرفت على عيوش. بقيت معاها على طول. انت طبعا اللي انا فهمته ان انت عن طريق ان انت بلوجر فبتماركتي للمنتجات دي بالزبط. من خلال الحته دي صح؟ بالظبط. انا مع عيوش بقى لي دلوقتي داخلين في 3 سنين. ما شاء الله يعني اي حاجه بنطلع بيها بتكسر الدنيا الحمد لله. الحمد لله. جميل جدا. طيب قولي لنا بقى ايه اللي بيفرق عيوش بشكل عام عن اي براند تاني؟ اول حاجه انا يمكن عشان السعر بتاعه قليل عن اي حد تاني. وكمان براعي موضوع ان انا بعمل مقاسات خاصه. يمكن انا المصنع عندي انشهر بالمقاسات الخاصه يعني لكل اللي محتاجه كده. وغير كده كمان برضو الاسدالات، انا اكتر شغل في الاسدالات، وهي طبعا هي اللي بيكون عليها اقبال اكتر ويعتبر سر نجاحي يعني. اولا دعوه امي ربنا يخليها لي يا رب، وتاني حاجه ان انا ما فيش حاجز بيني وبين العملاء نهائي. يمكن انا قريبه منهم اكتر من الناس اللي عايشين معاهم في البيت. يعني مثلا مش بتصنع عليهم او بتكلم بغير طبيعتي، لا انا معاهم طبيعيه جدا، ويمكن انا قريبه لهم اكتر من اي حد تاني. وطبعا برضو شيماء اول ما اشتغلت معايا يعني كوننا صداقه وحب اكتر من الشغل بكتير. ده كنت سؤال بقى كنت هجيلك فيه، بس السؤال ده كنت هساله لشيماء. يعني بعيدا عن الشغل جانب العلاقه والصداقه بشكل عام كان عامل ازاي؟ وهل ده كان الاساس في انكم تبداوا الموضوع او تكوني وكيله ليها؟ بص، هو احنا الاول ما كناش صحاب طبعا. بس عيوش بتجبر اللي قدامها ان هي اختنا. فاهمني يعني. تعاملها مع الناس ان هي اختنا ومن عيلتنا وبنت بلد قوي، فاهمني. وبتساعد الستات ان هي تفتح مشروع، اللي هي مش بتوقف الدنيا على فلوس والكلام ده كله. مش عيوش بصراحه يعني
جدعه جدا في النقطه دي.